معلش يا حبيبتي كلي مع تيتا. تيتا مين؟ ايه ده عادي؟ في ايه؟ في ايه؟ ازيك يا امي؟ ازيك يا حبيبي؟ ايه رايك بقى في المفاجاه الحلوه دي؟ ايه يا ابني انا عامله لك الاكل وقاعده بقالي نص ساعه. هي فعلا مفاجاه ان احنا جينا لها، بس انا ايمان اقعد اكل على الارض وانت عارف ان انا ستايلي ايه وقاعده في فيلا والكلام ده كله، واجي اقعد مع امك على الارض؟ انت اللي ايه دماغك فين؟ لولا الست دي اصلا انا ما كنتش عرفت اشتري لك الفيلا اللي انت قعدت فيها دي. وانا مالي انا اقعد على الارض؟ هو انت عارف ان انا بتاعت ارض؟ يا بنتي بطلي الكلام ده وبلاش تزعليني، وما ينفعش تقولي الكلام ده قدام امي، عيب. يلا اقعدي وكلي. انا؟ ايوه انا متربي طول عمري على نفس القعده اللي هي قعدها دي كده. انت مش انا. ابويا وامي. انت مش انا يا عادل، انا طول عمري متربيه بالتعز. وهو ده اللي موجود. هتقعدي تاكلي ولا لا؟ لا مش هقعد اكل طبعا. خلاص في 60,000 وما داهيه. تزعلش مني يا عادل، انا هعرف اكل من ايديها كمان. خلاص امشي لو مش عايزه تاكلي. امشي؟ ايوه هو ده اللي موجود عندنا. بس انت عارف انا لو مشيت انا مش هرجع لك، وانت عارف دماغي. ترجعي؟ وانت يا بنتي هتذليني يا بنتي، وبعدين عيب قوي الكلام ده قدام والدتي. عامة انا وبنتي هنقعد ناكل. لا انا هاخد بنتي معايا. مش هتاخديها. يلا يا فرح. بقول لك مش هتاخدي فرح، هو بالعافيه ولا ايه؟ بدل ما تقعدي تاكلي وتكبري بخاطرها وتقولي لها تسلم ايدك يا حماتي. انت الخسران يا عادل، وانت اللي بدات والبادي اصلا. اقعد امك اهي واقعد على الارض، انا بقى اروح لاهلي اللي معززيني ومستتتني وانت عارف انا ايه. مع السلامه. اشبع بيهم. اقعدي يا حبيبه قلبي بابا اقعدي. تحب اكل تيتا؟ اه يا ابني تعالى. ازيك يا امي عامله ايه؟ حبيبي تعالى. يا نهار ابيض، ده ايه الحلاوه دي؟ ايه يا ابني غسلت ايدك؟ ايوه يا ماما تسلم ايدك يا حبيبه قلبي والله. سلامك يا حبيبي. طب يلا بس عايز اجي معاك عشان اراضي مراتك. انت قبل اي حاجه طبعا ده بيتك قبل ما يكون بيت ابنك، بس تيجي معايا عشان خاطر تراضي مراتي ليه؟ هو انت زعلتها في ايه؟ والله عشان خاطرك يا عادل برضه. يا حبيبه قلبي انت كتر خيرك اتصلت بيا وقلت لي هات مراتك وبنتك عشان خاطر تيجي تتغدوا معايا. في الاخر تيجي عشان خاطر تتاسفي لها اصلا؟ واحده متكبره ورافعه مناخيرها لسبع سما. انت ما غلطتيش في حاجه يا حبيبه قلبي. المره الجايه اعمل لها اكله حلوه برضه واحطها لها على السفره بره. كتر خيرك يا امي، بس انت مش ما غلطتيش في اي حاجه عشان خاطر تيجي معايا وتتاسفي لها. هي المفروض تيجي تتاسف لك. مش عشان خاطرك كله يا عادل. خش يا ماما غيري كده واقعدي في بيتك، وانت بس لو احتجت حاجه بكلميني وانا اخد فرح واتكل على الله. ماشي يا حبيبي. ماشي تحتاج يا رب. ماشي يا حبيبتي. يلا يا فرح. خير يا امان، في ايه جايبين على مال وشي ليه؟ يا اسراء دلوقتي انا كنت معزومه انا وعادل عند حماتي. رحت لقيتها حاطه لي الاكل في الارض. ده يرضي ربنا؟ اللي بيعزم حد مش بيعزمه على حاجه كويسه ويقعدوا في مكان كويس؟ هي عاملاكي زي بنتها يعني يا امان، مش حد غريب. لا 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 لا، وانا انت عارفه ان العيشه دي مش تبعي خالص وانت فاهمه. وايه وعادل كمان مساوي بيقول لي امي وامشي لو انت مش عاجبك القعده والكلام ده كله. ينفع يا اسراء؟ هو ده حبه ليا؟ مش اللي بيحب حد بيحاول يرضيه بجميع الطرق؟ تسمعي مني بقى. انت ما تستغنيش عن العيشه اللي انت عايشاها، ما تبقيش هبله ولا تخيبي على نفسك. يعني اعمل ايه؟ لا طبعا، انت مش شايفه انت عايشه في ايه وبتلبسي وبتاكلي وعربيه وذهب وايفون. حد يبقى قدامه الفرصه دي ويسيبها؟ يعني انت رايك ما ارجعش البيت بابا؟ لا. طب هو اكيد، بص بقول لك اكيد عادل هيجي. انا هعمل حاجه ان انا بلم هدومي والكلام ده كله عشان برضو ما يبانش ان انا واقعه والكلام ده كله وان انا مش همشي. هعمله حجه ان انا ماشيه وهشوف برضو رايه ايه. انا عارفه عادل مش هيخلينا ماشي، ما يستغناش عني. بس ما تشديش قوي. لا لا لا، مش لا. شايفه العيشه اللي انت عايشاها؟ ما اكيد طبعا العيشه جميله بصراحه. وبعدين يا اسراء ما تقوليش حاجه لبابا. لا ما تقلقيش، انت عارفه انا السر كله معاكي. شوفي بس هتعملي ايه وظبطي الدنيا وقولي لي. طيب تمام ماشي. ما تختاريش عيشتك يا هبله. خلاص ماشي. انت الحقي ماشي قبل ما هو يجي عشان ما يقولش انت جايبه اختك وبتحكي لها. ماشي. عشان هعمل عليه حوار. يبقى طمنيني. طيب ماشي حاجه؟ خلي بالك من نفسك. طمنيني اول ما توصلي. ماشي يا امان. فعلا اسراء اختي عندها حق، انا لازم اعمل اللي هي قالت عليه. اعمل نفسي ان انا ماشيه عادل اهو. ناخد بعض نمشي عشان يعني يا فروح. عادل ماما انت مشيتي ليه؟ ماما تيتا كانت عامله فراخ حلوه. انا بعمل احسن منها. انا ماشيه يا عادل، واخده شنطتي وماشيه. طب ما تمشي، هو حد مسكك؟ انا قلت لك اقعدي. انت اصلا ايه اللي دخلك الشقه؟ مش انت قلت انا هطلع من عند امي لبيت ابوك على طول؟ ايه اللي دخلك هنا؟ ما انا كنت جايه اخد هدومي. خدت هدومك؟ يلا يا حبيبتي مع السلامه. ايه ده؟ انت بتتبطري يا بنت على ايه؟ عادل انت تسامحني. شوف انت كنت جايه منين اصلا وانا وصلتك لايه وخليتك تعيشي في مكان عامل ازاي. احمدي ربنا. بدل ما تكلمي امي بالاسلوب ده وتتنططي عليها، كنت تكلميها باسلوب احسن من كده شويه، زي ما انا بعامل اهلك بكل ادب وبكل احترام. طب ما قولي لها تسلم ايدك يا حماتي ماشي، وتخشي تساعديها، تغسلي لها مواعين، تعملي لها اي حاجه. انا معزومه عندها ازاي يا عادل؟ معزومه عندها؟ وبعدين يا عادل اقعد على الارض ازاي؟ انت مش شايف المنظر؟ ايه المشكله؟ ما انا قعدت على الارض.
وانت زمان كنت بتقعدوا عندكم على الارض. لا. هو انتوا كان حلفكم الهوا اصلا؟ هو ايه اللي انت بتقوله ده يا عادل؟ هي دي الحقيقه، بس ما ينفعش اتكلم بقى واكمل كلام قدام البيت. عموما المركب اللي تودي يا حبيبه قلبي، كده. مع الف سلامه يا انت ماما. هتسيبني امشي اوعى أوي؟ تفكرني ان انا همسك فيك واقول لك لا ابوس ايدك والنبي ما تسيبنيش. فين حبك ليه يا عادل؟ حبي؟ حب ايه؟ اللي بيحب حد بيحب اللي حواليه، بيحب اهله. حب، شوفي انا بحب ايه وتعملي اللي انا بحبه، لكن تبقي ضدي دايما. خلاص يا عادل، انت عارف انا بحبك قد ايه وما استغناش عنك، وعشان خاطر فروحه حتى. عشان خاطر فرح والله طب العظيم. هقول لك على حاجه حلوه، انا هعزم ماما عندنا وهقعدها على السفره. عايزه فعلا تراضيني اعملي كده. خلاص ماشي. ولما امي تيجي برضه هقعد انا وهي وناكل على الارض. ماشي. عندك حق يا عادل بقى، معلش بقى، وشطان وحضر. اخش راضي تاني بقى. حاضر انا جايه اهو. ايه ده تيتا؟ ازيك يا حبيبه قلبي تيتا؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ الحمد لله. انت هتاكلي عندنا النهارده يا تيتا؟ اما اشوف بقى ماما عامله لي ايه النهارده كده يا فرح. نورت الدنيا يا حماتي. ازيك يا حبيبتي؟ انا جيت لك اهوتي. انا جايباكي النهارده عشان بصي انا عايزه ارضيكي، عشان اللي عملته معاكي امبارح دوت مش صح، وعشان خاطر عادل بصراحه لما اهلي بيقولوا لي بيشيلهم من على الارض شيل، فانا بستسمحك تسامحيني بقى على اللي يا عملته. حبيبتي. لا مفيش اي حاجه يا حبيبتي، بالله انت عليك بنتي يا والله. زينب. لا والله يا حبيبتي انت بنتي. وانا بصي لو لفيت الدنيا دي كلها مش هلاقي زيك. انا بصي انا سبت بيت اهلي وامي وحالي وكل حاجه، وجيت بيت جوزي، واهلي جوزي هم اهلي، فربنا يخليكي ليا وما تسلمي لي يحرمنيش يا منك يا رب. حبيبتي. تعالي بقى عشان اوريكي الاكل اللي انا عملته لك يلا الحلو. بينا يلا.